لبيك اللهم لبيك. يوم عرفة كما قال عنه نبي الرحمة خير يوم طلعت فيه الشمس. ما يقرب من 2 مليون حاج قادمين من 160 دولة من مختلف الأعمار والعرقيات والألوان حطوا الرحال منذ ساعات الصباح الأولى في جبل عرفات قادمين بالدعاء والتبتل. إحساس بالسعادة والخشوع اعترى حجاج بيت الله الحرام لتواجدهم في جبل عرفات في هذا اليوم. نحن بأراضي بين يدين الله سبحانه وتعالى، نشعر نولد من جديد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، التنظيم على أحسن ما يرام، يعني الناس يعني منظمين أمورهم، الله يجزيهم بخير، الله يجزيهم عنا خير، يعني منظمين أمورهم كما ينبغي. ظروف إقامة الحجيج ومقارنة بالسنوات الفارطة حسب رأي المتابعين كانت طيبة، حيث تم تأمين الطريق بين منى وجبل عرفات بالكامل، كما تم نشر أكثر من 160 ألف شرطي لتأمين الطرقات والإشراف على عمليات التنظيم. وقال سليم بالشيخ رئيس بعثة الحجيج التونسيين أن الحجاج التونسيين قد حظوا ولأول مرة في التاريخ بمخيمات مكيفة، كما أكد أنهم يؤدون مناسكهم في حالة صحية جيدة جدا وفي ظروف حسنة. كلهم فرحون بقدومهم إلى هذا الموسم العظيم، وقد اختلفت فيه جميع الألهج وجميع الألوان، وكلهم متآخين، كلهم متآزرين، والحمد لله. ويقف الحجاج متضرعين حتى مغيب الشمس ليتنقلوا بعد ذلك إلى مزدلفة، يجمعون الحصى استعدادا ليوم النحر يوم الحج الأكبر.